سبحان الله العظيم، والله إني أدعي عليه يا ريجي، والله إني أدعي عليه في رمضان وأدعي عليه كل وقت إلى يوم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهلا وسهلا. حقيقة اليوم طلعت أتكلم في موضوع مستفز، استفزني واستفز وحيستفز كل الشعب السعودي. هناك مقطع يعني عن إصابة الأخ يزيد الراشدي إصابة خطيرة في محفل دولي، وهناك مقطع آخر موازي له شماتة الأخ فهد الرويس، اتشمت ويقول هذه دعواتي وهذه ربنا نصرنا عليه. يا الله يا فهد الرويس، أولا حاب أقول ليزيد الراشدي الحمد لله على سلامتك، طهور يا أبو محمد، وإن شاء الله بإذن الله إصابة بسيطة، وإن شاء الله ترجع أفضل من أول، وترجع تسابق في الميادين السباقات الدولية وترفع كل الكؤوس بإذن الواحد الأحد أبو محمد، وتغيظ حسادك وحسادة الدولة السعودية. ثانيا أقول للأخ فهد الرويس هداك الله يا أخي، الله يهديك ويشفيك. يعني أنا متأكد إنك استفزيت كل الشعب السعودي، حتى الناس شوي اللي متعاطفين معاك واللي حواليك وأهلك وأقاربك كلهم حينتقدوك. عيب حقيقة. يعني يقول لك أدعى على عدوك بالسلامة يسلمك الله. وين أخلاق المسلمين؟ وين أخلاق الهرم؟ وين الشهامة؟ وين المروءة؟ يعني لو أنت يعني طلعت مقطع ولا كان صافرت ليزيد الراشدي مع بوكي ورد، الحمد لله على السلامة يا أبو محمد وطهور إن شاء الله، كان كل شيء انتهى يا أخي، وكان كسبت محبة الناس كلهم. أو إنك يا أخي أمسح المقطع وطلع مقطع ثاني وادعي له الأخ المسلم بالشفاء العاجل، وكفى الله المؤمنين شر القتال. لكن اللي قاعد سويته يا أخي حقيقة لا يمثل المسلمين بصلة ولا العرب بصلة، وأنا متأكد الكل القاسي والداني حينتقدك، القريب والبعيد حينتقدك. أسأل الله السلامة لك ولا يزيد الراشد، ونقول إن شاء الله بإذن الله طهور يا أبو محمد.